في البداية خالص العزاء لأسرة المطرب إسماعيل الليثي، ربنا يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ويوسع قبره مد بصره ويجعل مثواه الفردوس الأعلى في الجنة، هو وابنه وأبويا وأمي وحبيبة بنت أخته وكل أمواتنا، آمين اللهم آمين. موضوع النهاردة عن الدعاء، أنا كلمتكم عنه من فترة، ورغم ذلك إحنا ما بنتعلمش بالساهل، وبالذات معشر الحريم لساننا ثالث، مش كلنا لكن الغالبية العظمى مننا. من فترة كان المطرب إسماعيل الليثي رحمة الله عليه زعلان مع مراته. انتوا عارفين البيوت أسرار، ومعظمنا عارف إن شيماء مرات إسماعيل بتعشقه. فما حصل خلاف بينهم، المفروض الخلاف ما يطلعش على العلن، لكن خيبة السوشيال ميديا طلعت شيماء على العلن، قعدت تدعي على اسماعيل وتحاسبن عليه وتقول ربنا ما يريحك دنيا ولا آخرة ويوجع قلبك واللي والدعاء الخايب ده. ناس نقضتها وناس قالوا من حرقة قلبها عليه لأن أهله عايزين يجوزوه. المهم يشاء العلي القدير، عيد ميلادها كان يوم 1 في الشهر، عملته يوم 30، أكيد بالاتفاق معاه إن هو يجي يصالحها. جاب لها طقم ألماس وطقم ذهب وكذا تورته عشان المعازيم، وراح وصالحها قدام الناس وتصور الكلام ده، وبقت مبسوطة شيماء. بعديها بكام يوم سافر يحيى فرح في الصعيد، طبعا صديقه قال له هات عربيتك وخد عربيتي، والواضح ان هم متعودين على كده بيبدلوا العربيات. سافر اسماعيل بالسواق ومعاه الفرقة بتاعته، راح أحيا الفرح. أبو العريس بيقول بعد ما خلص الفرح استأذن ومشي جري، ما قعدش، وحصل الحادثة ومات، والباقي في المستشفى بإصابات مختلفة، مستشفى المنيا. انتوا عارفين تعددت الأسباب والموت واحد، الموت لا مفر منه، ده قطر الحياة احنا راكبينه، كل واحد هتيجي محطته هينزل، ده شيء مفروغ منه. هو الفراق صعب علينا، والفراق اللي بيكسرنا. المشكلة بقى في المفتيين اللي ظهروا، يقولوا لكم او يقولوا لينا واحدة عرافة اسمها كابي كانت عملت فيديو وقالت اسماعيل هيرجع مراته وبعديها هيموت، فكانت بتنصحه انه ما يرجعهاش، وقالوا ده كابي ورا الحادثة. وفي اللي قال ده صاحبه باتفاق مع كابي، بدليل اداله العربية وبوظ الفرامل بتاعت العربية. وبدأ كل واحد بالإفتة بتاعته، كل واحد يحط التاتش، واللي يقول ده اصله كان مستعجل بعد ما خلص الفرح، كان مستعجل لأنه له ميعاد هيروح فيه لرب العباد، كان مستعجل علشان مته في المكان الفلاني الساعة الفلانية، فكان مستعجل عشان يروح لقدره والنصيب. أما حتة
الفرامل وكان ملعوب فيها وصاحبه وكابي وكلام من ده. طب ما سافر بيها المنيا. لو الفرامل كانت بايظه، طريق المنيا للقاهره بتاع 5 ساعات او 4 ساعات بالقليل، كان عمل حادثه وهو رايح. يقولوا لا اصل هو راجع، كان راجع سريع فالفرامل مش عارف ثابت. طبعا الكلام ده غير منطقي. يقول الحادثه بفعل فاعل ومش بفعل فاعل برضه، الكلام ده غير منطقي. لكن انا ليا تعليق. عارفين على موتة اسماعيل، وبقول لكم تعددت الاسباب والموت واحد. الموت ملوش كبير، لكن موتة اسماعيل تدينا درسين. اول حاجة استعينوا بالكتمان على قضاء حوائجكم. اسماعيل لما راح لمراته طقم الالماس وطقم الذهب، السوشيال ميديا كله عارفين الحسد، وطقم الالماس بكام والذهب بكام والذهب غالي وعدى ال5 مليون وعدى الكام مليون وجابهم منين، قبروه. فالحسد دخل الجمل القدر، ده مش هننكره، ده الحسد مذكور في القرآن الكريم. ده يعلمنا ان احنا نداري على شمعتنا، مش لازم كل حاجة على السوشيال ميديا زي ما بيحصل دلوقتي. ده في ناس بيبقوا عايزين مش الاكل والشرب بس بيطلعوه على السوشيال ميديا، ده لو طالوا لا مؤاخذة وهم نايمين وبيشخروا يشغلوا الموبايل ويسجلوا الشخير بتاعهم للأسف، ودي غلط. تاني حاجة شيماء أنا بعاتب عليها. أنا عارفة ومتأكدة إن شيماء كانت بتعشق حاجة اسمها اسماعيل. حزنها على جوزها أصعب من حزنها على ابنها، دي ما انكرهاش، بس ما انكرش حاجة تانية، إنها ما كانت زعلانة مع جوزها طلعت في فيديو لايف والدعاء الخايب، يقوم بالك يبتلك بمصيبة، حسبي الله ونعم الوكيل، ما ترتاحش دنيا ولا آخرة ولا تلاقي الراحة واللي والكلام ده. أهو مات يا شيماء، مات وارتاح. انتي اللي بكل أسف شربتي نار. عارفين الحزن والعيا اللي هيمسكك بعد كده، وتربية بناتك مسؤوليتهم. دعيتي على جوزك وارتاح ان شاء الله، لانه ان شاء الله يكون في مكان احسن من الدنيا، وهيقابل ابنك ضاضة. لكن انت اللي هتفضلي بحسرتك العمر كله عشان الدعاء. حاجة تانية، لما ضاضة الله يرحمه ما مات، شيماء طلعت وتقول ايه؟ قتلوه، كان عندها حماتي وقتلوه مش عارف ايه، يعني باهمال حماتها. الولد طلع على الشباك وقع مات. فضحت الست على السوشيال. ربنا يعافينا ويصبرك يا شيماء. دلوقتي الناس عمالين يقولوا شيماء اللي قتلت جوزها بالدعاء عليه. فكده نتعلم ان كلمة بخ ما بتروحش، نتعلم ان احنا ما ندعيش الدعاء الخايب. حتى لو جوزك او ابنك مزعلك بلاش تدعي عليه دعاء خايب، ادعي لهم بالهداية، لكن بلاش يجوا ويحطوا الكلام ده. تاني حاجة، ما نتكلمش على حد لان بتترد لينا. تالت حاجة زي ما قلت لكم الكتمان، الحسد يا جماعة. والله يا جماعة الناس بقت بتحسد بعضيها، اللي بيموت يوم جمعة بيتحسد، المريض اللي بيخف والله بيتحسد. الناس بقت بتستكتر على بعضيها النعمة.
فيا ريت نتقي الله في افعالنا وتصرفاتنا بعد كده، ونتعلم من تجارب غيرنا. لكن في النهايه زي ما بقول لكم، تعددت الاسباب والموت واحد. كل واحد له موته، له ميعاد هيقابل فيه رب العباد. واسماعيل كان حاسس ان هو هيموت. يعني بيقولوا قبل ما يموت بيومين صاحبه بيقول له هشوفك تاني. قال له ايه؟ يمين عالي من لقى نصيب. بيبقى الميت 40 يوم على الدنيا، عارفين زي ما يكون في حجاب بينه وبين الناس او العالم اللي حواليه. بيعمل افعال كده وهو مش عارف ان دي بيودع بيها الدنيا الفانية، بس بيسيب ذكرى للي حواليه. زي ما ساب لشيماء حفلة عيد الميلاد بتاعها، رغم ان عيد ميلادها كان يوم 1 في الشهر، عمله لها يوم 30 قبلها بيوم. ست كابي بقى اللي بتعرف دي العرافة تقول ايه؟ عملته يوم 30 مش يوم 1 علشان خاطر بتضحي. ضحي ايه ونيلة ايه؟ زي ما قالت قبل كده ان ضاضة كان دوت ايه؟ اضحية لفتحة مقبرة ومش عارف ايه، وبرضه ايه لاسماعيل نفس الشيء، واثار ومش اثار، عارفين، والعك والهلفطة اللي بتحصل دي. يا اختي الدمسي وتوكسي وسيب الست بهمها وبحزنها، دي كسرة ليها يا قلب امها. يعني في خلال سنة وشهرين او 4 شهور الفرق ما بين ابنها وما بين جوزها، ربنا يصبرها. خبطتين كبار كمان، فصعب. فسيبيها انت وامثالك في حالها، ادعوا لها ربنا يصبرها ويخرجها من دايرة الحزن اللي هي فيه، هي وكل اللي زيها، ويخرجنا كلنا من دايرة الحزن دي على خير. ده صعب ان الواحد يفقد حد عزيز عليه. ليه الناس مش مقدرة ده؟ دعوا الملك للمالك، بلاش الافتاءات وطالبين تشريح جثة اسماعيل اصل هي بفعل فاعل ومش عارف ايه. ما تسيبوا الراجل، دي موته وده قدره وده نصيبه. الله يرحمه، ندعي له بالرحمة وندعي لأهله بالصبر. قبل ما اقول لكم سلام، اترحموا على اسماعيل وابنه وابويا وامي وحبيبه وكل امواتنا. ربنا يرحمهم رحمه واسعه، يجعلهم من اهل الفردوس الاعلى في الجنه، يوسع قبورهم مد بصرهم، ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنه. ما تقولوا امين يا رب العالمين.